ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة وفيديو جديد. كان طبعا نتكلم عن ماتش برشلونة واتلتيكو بلباو النهاردة. يعني برشلونة بقى اخبار سعيدة من كل حاجة، مكسب ووصول لنهائي السوبر كاب. كلام كبير جدا ان خلاص اولمو هيتسجل وكمان هيلعب الماتش النهائي. فيعني حاجة ممتعة جدا لبرشلونة. اتلتيكو بلباو النهاردة يمكن قدموا ماتش يعني متواضع جدا وسهلوا المأمورية جدا على برشلونة. ولكن بصراحة عايز اشيد بالروح الرياضيه اللي كانت باينه جدا حتى بعد نهايه الماتش. كان باين جدا ان لعيبه اتلتيكو بلباو عندهم يعني صفاء نفسي كبير جدا. شايفين الضحكه والابتسامه على وشوش اللعيبه. بصراحه منظر جميل جدا وممتع، وهي دي الكوره لما بتبقى بقى في احلى لحظاتها. الناس خسرانه 2-0 وطلعوا من البطوله، ولكن في ابتسامه حلوه في وش بشوش. شايفين لعيبه طبعا اسبانيا، شايفين اوناي سيمون مع اولمو مع لامين يامال، ويليامز مع لامين يامال. شايفين اجواء بصراحه جميله ممتعه. يمكن من اهم الحاجات، يمكن من الحاجات اللي الواحد يحب ان هو يتكلم عنها بعيدا عن الكوره بقى والفنيات والكلام ده. فيعني شعور جميل جدا من اللعيبه بتاعت اتلتيكو بلباو بصراحه. منظر كان مفرح كده وحلو جدا، الواحد كان لازم يتكلم عنه. وتعالى بقى نخش نتكلم عن التفاصيل وعن الماتش وعن الاحداث بتاعت الماتش. ويلا بينا نخش على الحلقة على طول. بس قبل ما نخش على الحلقة ما تنساش تدعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. برشلونة واتلتيكو بلباو يا جماعة، ماتش بصراحة برشلونة استحق فيه المكسب طبعا والتأهل للنهائي السوبر الاسباني طبعا. يعني ان شاء الله تبقى مواجهة قوية جدا بينه وبين ريال مدريد، لان نتمنى ان احنا نشوف مباراة في النهائي تكون قوية وما تكونش فيه اي مفاجآت. النهارده اتلتيكو بلباو يا جماعه بصراحه يعني سهل الماتش تماما على برشلونه. برشلونه النهارده زي اكيد ما كلنا شفنا كان بيلعب بمنتهى الاريحيه، بمنتهى البساطه، بينقل الكره زي ما هو عايز. يمكن النهارده فليك يعني عمل حاجتين مهمين جدا. شفنا النهارده جافي وبدري وكاسادو. كاسادو وجافي الاتنين بيتميزوا طبعا بالقوه والالتحامات القوية، مع بدري العقل المفكر والعقل المدبر. ويمكن شفنا ده في الجون الأولاني، الراجل عمل تمريرة ولا أحلى. بعد كده اتلعبت لجافي من بالدي طبعا وقدر ان هو يحط الجون الأولاني. فبصراحة ثلاثي في نص الملعب النهاردة شفناه بسم الله ما شاء الله، ثلاثي يعني قوي جدا. شفناه قد ايه سريع جدا في ارتداده وحصوله على الكورة. اول ما بيفقد الكورة بيقدر ان هو بسرعة جدا يرجعها تاني لصفوف برشلونة. وده يمكن ميزة كبيرة جدا يعني كان افتقادها برشلونة الفترة اللي فاتت. يمكن في بداية الموسم برشلونة كان بيلعب بنفس الطريقة وبيستحوذ على الكورة، ودايما لما بيفقد الكرة بيرجعها تاني بسرعة. كنا افتقدنا الحتة دي في اخر كام ماتش، ولكن النهاردة بنشوف مرة تانية جافي مع كاسادو مع بدري التلاتة يعني في نص الملعب. يمكن كمان زي ما بقول لك بان في الجون الاولاني والتاني ضغطهم الشديد جدا. اول ما بيفقدوا الكوره بيسترجعوها في نص الملعب مباشره، وبينها بيقدروا ان هم يعملوا مرتدات سريعه جدا. شفنا ده في الجون الاولاني، وشفنا ده في الجون الثاني بتاع لامين يامال. شفنا الكوره ضغط كاسادو، بعد كده جافي، بعد كده الكوره راحت ليامال اللي استلمها استلامه طبعا يعني استلامه معلم، ولف بيها كده وبعد كده حط جون جميل عشان ينهي الماتش بدري بدري في الدقيقه 52. قدر ان هو يحط الجون التاني عشان ريال برشلونة يعني تبقى مرتاحة تماما. لو جينا اتكلمنا اتلتيكو بلباو، فزي ما قلت لك اتلتيكو بلباو ريح برشلونة تماما. يعني فتحوا نص الملعب، الاتنين اللي في نص الملعب سواء بريدس او مايكل جوريجيزر، الاتنين في نص الملعب بصراحة يعني ما كانوش قادرين يضاهوا قوة كاسادو وجافي في نص الملعب. وكانوا بيخسروا دايما الكورة بشكل سريع جدا، وقدروش ان هم يكونوا ند ليهم في نص الملعب. فكانت المساحات وراهم سهل جدا للعيبة برشلونة ان هم ينقلوا الكورة براحتهم ويعملوا اللي هم عايزينه تماما. غير كده وكده ما كانش فيه ضغط قوي من لعيبه بلباو، وده يمكن مش متعودين عليه من اتلتيكو بلباو. دايما متعودين من اتلتيكو بلباو ان هم بيضغطوا ضغط شرس جدا على الخصم وبيلعبوا كوره يمكن فيها شويه عنف كمان. ولكن النهارده بصراحه ما شفناش ده خالص. شفنا يعني لعيبه كده ايه، يعني زي ما تقول ايه اللي هي كسلانه، لعيبه عندها كسل كده في الضغط وفي اللعب وبتاع. ده غير ان انا ما فهمتش ليه المدرب ارنستو فالفيردي طبعا يعني واحد من المدربين الكبار وواحد من المدربين يعني الاقوياء جدا في اسبانيا،
معرفش ليه كمان اتأخر في نزول نيك ويليامز. يعني كان المفروض نيك ويليامز ينزل حتى ما بين الشوطين. يعني انت ما بدأتش بيه الماتش، كنت المفروض تبدأ بيه ما بين الشوطين. انت كده كده خسران 1-0 وبرشلونة هو المستحوذ تماما على الكورة. يمكن يعني الشوط الاولاني احنا لو جينا اتكلمنا عنه، نسبة الاستحواذ لبرشلونة 53% 47%، وكان برشلونة عامل 7 شوطات على المرمى، منهم 4 اون تارجت، عاملين 259 تمريرة، منهم 211 صحيحة بنسبة 81%. اللي على العكس تماما لو جينا اتكلمنا عن اتلتيكو بالباو، فهتلاقيهم عاملين 5 شوطات منهم واحدة بس اون تارجت، عاملين 217 تمريرة، منهم 167 بس صحيحة بنسبة 77%. وده اللي احنا بنتكلم عنه، ان في نص الملعب كان في تمريرات كتير خاطئه وما بيقدروش ان هم يستحوذوا على الكرة وقت طويل. لعيبه برشلونة دايما بتضغط عليهم وتاخد منهم الكرة بشكل سريع جدا. فكان من المتوقع ان احنا نشوف نيك ويليامز بينزل على طول في الشوط الثاني، او ما بين الشوطين كده ينزل عشان يدعم ويقوم من خط هجوم اتلتيكو بالباو، يمكن يستغل ويقدر ان هو يرجع للماتش. ولكن ده احنا ما شفناهوش بيتعمل من فالفيردي، لكن اتاخر جدا. وشفنا طبعا قدر برشلونة يجيب الجون الثاني زي ما قلنا، وفي الدقيقه 63 يعني احنا بنشوف نيك ويليامز بينزل، وبنشوف لامين يامال بيخرج من الملعب، اللي هو يعني ايه، كأنها رسالة اللي هو احنا خلصنا مهمتنا وانتوا لسه هتبتدوا المهمة. طبعا اتلتيكو مدريد ابتدى ان هو طبعا يضغط، وبعد كده ابتدينا بقى طبعا خلاص يعني وصلنا للدقيقة 73 النتيجة لسه 2-0. ابتدى بقى طبعا فليك انه يخرج ليفاندوسكي، وبعد كده جافي، بعد كده جابت في كاسادو، بعد كده بالدي، وشفنا التبديلات كلها. طبعا يعني اتلتيكو بالباو يمكن قدر ان هو يجيب جونين، ولكن الجونين اوفسايد، وواحده طبعا اوفسايد كانت واضحه، والتانيه دي مش اوفسايد يا جماعه. يعني عشان برضو الناس اللي بتسال هي اتحسبت اوفسايد وهي مش اوفسايد، دي الكره راجعه من لعيب برشلونه ازاي تتحسب اوفسايد؟ فهي ما اتحسبتش اوفسايد، هي اتحسبت فاول، على ان لعيب بتاع اتلتيكو بالباو داس على رجل ديانج، فعشان كده الحكم ما حسبش الجون او ما حسبش الكره، لكنها هي ما اتحسبتش اوفسايد، هي اتحسبت فاول. وعشان برضو تبقى انت فاهم النهارده من الحاجات اللي عملها بقى، يعني احنا قلنا حاجتين، الحاجه التانية اللي عملها فليك النهارده وهي كان بيلعب طبعا على الاوفسايد زي ما احنا متعودين، ولكن الدفاع كان متاخر شويه. يعني كنا دايما بنشوف خط دفاع برشلونه كده على نص الملعب، لا النهارده كنا بنشوفه قريب قوي من ال 18، يمكن يعني مثلا 25 متر ولا 20 متر ما بينه وما بين ال 18، اللي هي مسافه صغيره جدا. ويمكن دي فرقت كتير النهارده. برضو انت بتلعب على الاوفسايد وكل حاجه، بس ما بتديش المساحات الكبيره اللي يقدر ان لو لعيب خانك فيها تقدر ان انت تاخد الكرة وتاخد مسافة طويلة وتروح تجيب جون. ده ما شفناهوش، وده يمكن من فليك بصراحة انا اديله واحدة شابوه فيها. ليه؟ لان انت عارف ان تشيزني ما عندوش الامكانيات انه يعمل اللي بيعمله إلياكي بينيا، ان هو يخرج ويشتت ويعمل الكلام ده، ما عندوش السرعة، ما عندوش القدرات دي. فانت اخرت له خط الدفاع بحيث ان الكرة بمجرد ما يبقى اوفسايد او حاجة تشيزني على طول يبقى مقابل اصلا في ال 18. فدي طبعا لازم نحيي عليها فليك ان هو صاحلها وفايق. طبعا مدرب عارف فرقته وعارف امكانيات كل لعيب عنده، فدي طبعا حاجة مهمة جدا جدا جدا. طبعا لو اتكلمنا عن الاحصائيات بتاعت الماتش ككل، يعني 14 شوطة من برشلونة منهم 8 اون تارجت. بالباو طبعا بعد الكورتين اللي عملوهم وبتشوفوا شوية الشغل اللي عملوهم في اخر الشوط الثاني، قدروا ان هم يعملوا 10 شوطات منهم 5 اون تارجت. طبعا التمريرات 521 تمريرة بنسبة 84% نجاح لبرشلونة. انما بالنسبة لاتلتيكو بالباو برضو فهم 388 تمريرة بنسبة 78%. ويعني ده كويس، وكمان ده اللي دعمه الشوط الثاني زي ما قلت لك اخر وقت. طبعا خلاص اتلتيكو بالباو هو اللي استحوذ، هو اللي ماسك الكوره، هو اللي بيحاول، وخلاص برشلونة كده كده كسبان 2-0، وخلاص ابتدى ان هو يعني اطمن للنتيجة واطمن لكل حاجة، فابتدى ان هو يريح حتى رتم اللعيبة بتاعته ويهدي الدنيا تماما. وده طبعا طبيعي جدا ومنطقي جدا. فالنهارده برشلونة بصراحة قدر ان هو يكسب الماتش، ولكن ارجع واقول زي ما قلت في اول الحلقة ان اتلتيكو بالباو سهل له المهمة تماما 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 النهاردة. فمبروك طبعا التأهل لبرشلونة، قدروا ان هم يتأهلوا للمباراة النهائية. في انتظار بقى مباراة بكرة ريال مدريد مع مايوركا، هنشوف بقى ان شاء الله ريال مدريد هيعمل ايه. ونتمنى طبعا زي ما قلت لك في اول حلقة ان ريال مدريد يفوز عشان نشوف نهائي قوي جدا يوم الاحد باذن الله ما بين برشلونة وريال مدريد. بشكركم جدا، دي كانت الحلقة، يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبشكركم جدا، وسلام.